السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحيي كلكم مني مليون تحية، ويلا نصلي على النبي وكل منه النبي يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، احنا اول الشهر بقى، فقلت اجيب كام فرخة كده واعمل منها ايه وصفات واكلات كده تنفعني وتبقى عندي، ونتعب كده ساعة ولا ساعتين وتبقى عندنا حاجتنا هنجرها، يعني يبقى عندنا كام أكلة كده كل يوم. بقى بتشغليش بالك انت عندك يعني ايه هعمل ايه غدا، لا هيبقى عندك تطلعي وتعملي. انا كنت جايبه ما شاء الله، يعني الله اكبر، 6 فرخات. عندي فرختين ان انا هعملهم ايه، تعمليهم مشويه، تعمليها مسلوقه، ان هي تبقى سليمه بالطريقه السليمه اللي تعمليها. عايزه تعملي حبه محشي وتعملي جنبها فرخه سليمه، دي بتاعتك. طبعا برضو الكميه دي حسب بيتك، انت ممكن تعملي نفس اللي هعمله ده في فرخه واحده، في فرختين، اعملي زي ما انت عايزه. هوريكم التقسيم على فرخه وبعدين هكمل الباقي. طبعا هعمل حسب عدد افراد بيتي، انت برضو بتعملي على حسب عدد افراد اسرتك. طبعا اللي هعمله على فرخه هعمله على بقيه الفراخ. انت ممكن تعملي فرخه واحده، فرختين، اعملي اللي تعمليه وتعيني حاجتك وتبقى حاجتك عندك في بيتك. ده الغرض من الفيديو. انا مسكت الفراخ طبعا، غسلتها ونقعتها، ده اول حاجه. وبعد ما نقعناهم في ميه وملح وسكر كده وليمون، شطفتهم وبعدين قطعتهم زي ما انتم شايفين كده. عندي فرختين سلام، زي ما قلت لكم ان انا اشويهم او اعملهم جنب حبه محشي او اعملهم سلام. وبعدين الفرخه الاولانيه قسمتها نصين لوراك، زي ما انتم شايفين كده. قطعت الدبابيس لوحدها وقطعت الفخاد لوحدها. طبعا بقيه الفراخ هعمل نفس النظام اللي انتم شايفينه ده. طيب في الصدور دي يا سماح هنعمل ايه؟ طبعا الصدور بيطلع منها حاجات كتير. الجناحة والرقبة برضه هخليهم مع بعض وجبة. الكبد والقوانص مع بعض وجبة. ده الغرض من الفيديو. طبعا حاجتك هتبقى متنضفة وعلى العمايل. انا ممكن كنت اعمل لكم تتبيلات، بس هلزمك باكله معينه، لا انا سايبها لك من غير تتبيل بحيث تطلعيها تعمليها زي ما انت عايزه. دي الرقبه بالجناحه، ممكن تحشيها وتعمليها زي الحمام. طيب انا مش عايزه اعمل كده يا سماح، اعملي الجوانح مع بعضها، لمي الجوانح برضو في اكله واعمليها في صينيه او اعمليها بني في ني زي ما حضرتك تحب، الطريقه اللي تحبيها. طب الصدور طبعا هنطلع منها حاجات كتير. طبعا البانيه، تعملي كفته، تعملي كولدون بلو، تعملي إيه كولدون بلو بوبس، تعمليها كفته، إيه بانيه، بيطلع منها حاجات كتير. طبعا الفيليهات اللي هي الموز الصغيره اللي في جوه ديت هوريها لك طبعا ده برضو العظم ده ممكن ما ترميهوش، اعملي منه شوربه. الفيليهات اللي هي الموز الصغيره دي تعمليها ستريبس. طيب انا عايزه ازود عليها لان الكميه قليله يا سماح، ممكن تاخدي معاها صدر، بشاور لك اهو. طب انا مش عايزه اعمل، او جبتي كميه فراخ كتير هتاخدي كميه الفيليهات دي هتعمل معاكي اكله. لو العدد الفراخ اكبر، بس برضو الكميه بتحكمك بعدد افراد اسرتك. تمام، حسب عدد الافراد. يعني لو اسرتك فردين هتجيبي الكميه دي تعملي بيها ايه؟ انت اخرك تجيبي فرختين هيعوموكي. واعملي نفس الطريقه عليهم وتقسمي كده الدبابيس لوحدها، الفخاد لوحدها، الصدر اعملي منه بانيه، الفيليهات دي اعملي ستريبس. ممكن الصدر التاني تعملي زي ما هوريكي دلوقتي، هنعمل شيش طاووق مثلا، تعملي كفته زي ما قلت، تقطعي مكعبات، تعملي شيش طاووق او فاهيتا. يعني بطرق كتير ممكن تعمليها كحشوه، تاخدي صدر واحد يغرقك في يوم، اعملي حشوه في حاجه. ده الغرض من الفيديو. زي ما قلت لكم كده، انا اول صدر عملته فيليه او عملته بانيه اسفه، والفيليهات هلمها مع بعض زي ما وريتكم كده. ده التقطيع بالنسبه لفرخه واحده، وهكمل على الفراخ التانيه. الحته دي كانت تخينه شويه دقدقتها ان هي تفرد معايا. دوت صدر فرخه عمل لي نص كيلو بانيه. شوفي بتشتريه من بره كام، هتوفري الحاجات دي. ده صدر تاني اهو قطعته شرايح، ان انت ممكن تاخديه مع الفيليهات. ده عينته سليم ان انا هعمله صدور مدخنه. لو انت عايزه تاخدي دي تكملي على الفيليه لو انت جايبه فرخه او اتنين. طب انا مش عايزه اعمل فيليه او ستريبس يعني مع الفيليهات او الموز بتاعه البانيه، اعمليها فاهيتا زي ما قلنا مقطعاه كده. اعمليها شيش طاووق، افرميها في الكبه او قطعيها صغنن صغنن وافرميها او دقدقيها واعمليها كفته، او اعملي اللي انت عايزاه. كده انا خلصت بقى. جبت الكبد والقوانص برضو كنت غسلاها ونقعاها، هي بتاعت الفراخ كلها اللي في اكله. الجوانح زي ما قلت لكم في اكله. الرقاب ممكن تبقى اكله لو الكميه كبيره، كميه صغيره ضيفي حاجه لحاجه. كده الفيديو بتاعي يعتبر خلص، وكده وريتكم تقسيمة الفراخ، طلعت منها يجي 10 12 أكلة. غير الفراخ السليمة ان انا ممكن اعملها بالطريقة دي، او اعملها مشوية سليمة، او اسلقها واحمرها جنب حبة محشي، او اعملها في صينية. دي حسب ما انت بتحبي بقى في بيتك، وتشكلي وتنوعي. ما الزمتكيش بتوابل او تتبيلات بحيث تعملي اللي انت عايزاه. كده يا رب الفيديو يكون فاتكم بحاجة. دي الفيليهات اهي، ان انا اعملها ستريبس
زي بتاع بره، دول سايباهم سلام ان انا اعملهم زي ما انا عايزه. ده بناه كده. يا رب الفيديو يكون فاتكم بحاجه. دي الحاجات دي برضو هعينها بس بوريها لكم، اللي هي الجوانح والرقاب زي ما قلت لكم. ممكن تحشيها او تقطعها وتعمليها في صينيه او تعمليها ني في الفرن. يا رب الفيديو يكون فاتكم، ويا رب اكون فدتكم بحاجه. وما تنسوش بقى اللايك، واللي بيشوفني لاول مره يخش كده ويشترك في القناه. وهستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.